السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. طبعا الايام دي الليمون متوفر في السوق والجو حر جدا، وكلنا عايزين نشرب حاجات منعشة وترطب معانا. هنعمل النهاردة مشروب الليمون بالنعناع زي الكافيهات بالظبط. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي، بس قبل ما ابدأ لو لسه اول مرة تشوفيني انزلي حالا تحت الفيديو واضغطي زر الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بفيديوهاتي الجديدة. عندي سيرة بالنعناع، صودا، مية ساقعة، مكعبات التلج، وعصير الليمون. طبعا مفيش سكر، انا مش هضيف سكر خالص لان السيرب فيه سكر، فانا بكتفي بالسكر اللي موجود فيه، لكن لو انتي عايزة سكر زيادة ضيفي زي ما انتي عايزة. هروح اجيب الخلاط ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنزل بيها مكعبات التلج، وعليهم عصير الليمون، وبعدين المية، وبعدين بضيف عليهم سيرة بالنعناع، وبعدين بشغل الخلاط وبضربهم مع بعض كويس جدا. طبعا مفيش سكر لان السيرب زي ما قلنا السيرب فيه سكر، لكن لو انتي حابة سكر زيادة ضيفي سكر زي ما انتي عايزة. تمام كده. هبدأ اوزع العصير بقى على الكاسات زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة بحطها مكعبات التلج، وبعدين بوزع عليهم العصير، تمام كده. هكمل بقى باقي الكوباية صودا، انا مش عايزة الكوباية مليانة عشان لسه هحط عليها صودا. وده كده العصير زي ما انتوا شايفين كده شكله حلو جدا وطعمه احلى بكتير. وكده فيديو النهاردة خلص، وعملنا عصير الليمون بالنعناع والصودا. جربوه، سهل وبسيط ومش محتاج لمجهود ولا وقت. ده غير كمان طعمه حلو جدا ومناسب للجو الحر اللي احنا فيه ده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة. صحتين وعافية، بحبكم في الله.